أحمس الأول كان ملكا من ملوك من مصر القديمة ومؤسس الأسرة 18، وكان عضوا في العائلة المالكة لطيبة ابن الملك سقننرع وشقيق الملك الأخير من الأسرة 17، الملك كامس. في عهد والده أو جده تمردت طيبة ضد الهكسوس حكام مصر السفلى. عندما كان في 7 من عمره قتل والده، وفي حوالي 10 عندما توفي شقيقه لأسباب غير معروفة، ولم يحكم سوى ل3 سنوات فقط. تولى أحمس الأول العرش بعد وفاة أخيه، وبعد توليه أصبح يعرف باسم نبن بتي رع، سيد القوة رع. أحمس اسم ثيوفوري مزيج من مقطع لفظي وشكل الجمع بين موسى. مقطع يشير إلى ياهو، أنهي خلال فترة حكمه على غزو الهكسوس وطردهم من منطقة الدلتا، واستعادت طيبة سيادتها على جميع أنحاء مصر وأراضيها خاضعة لها سابقا من النوبة وكنعان. إعادة تنظيم إدارة البلاد، وفتحت المحاجر والمناجم وطرق جديدة للتجارة، وبدأت مشاريع البناء الضخمة من النوع الذي لم يجر منذ ذلك الوقت من عصر الدولة الوسطى. وضع عهد أحمس الأسس لعصر الدولة الحديثة، والتي بموجبها وصلت الدولة المصرية ذروتها. ينحدر أحمس من الأسرة 17 بطيبة. جده سقننرع تاعا، وجدته تتيشري، كان لديهم من الأبناء ما يتجاوز 12، بمن فيهم سقننرع وإياح حتبة. تزوج الأخ والأخت وفقا لتقاليد الملكات في مصر القديمة. أنجب أحمس الأول وكامس والكثير من الإناث. تبع أحمس تقاليد والده وتزوج العديد من أخواته، وجعل أخته أحمس نفرتاري زوجته الرئيسية. أنجب العديد من الأبناء بمن فيهم من الإناث أحمس مرت آمون وأحمس سيت آمون، من الذكور سي آمون وأمنحتب الأول وأحمس عنخو ورعيموس، وقد يكون أيضا أبا لمتون فرة التي تزوجت من تحتمس الأول. على ما يبدو أن أحمس عنخ كان ولي عهد أحمس الأول، لكنه توفي ما بين العام 17 و22 من حكم أحمس. تبع أحمس الأول في الحكم ابنه الأكبر المتبقي على قيد الحياة أمنحتب الأول. لم يكن هناك خط فاصل واضح بين الأسرة 17 والأسرة 18. كتب المؤرج مانيتون لاحقا خلال عهد البطالمة، معتبرا طرد الهكسوس النهائي بعد ما يقرب من القرن لتواجدهم واستعادة الحكم المصري على كامل أنحاء البلاد كان حدثا كبيرا بما يكفي لتبرير بداية أسرة جديدة. كان الملك سقننرع أول من بدأ بمهاجمة الهكسوس لمحاربتهم وخروجهم من مصر، وقتل في إحدى معاركه مع الهكسوس. ثم استكمل ولده كامس الحرب حتى طهر الصعيد من الهكسوس، ثم أحمس طرد الهكسوس خارج البلاد. جرى أحمس بجيوشه عندما كان عمره حوالي 19 سنة، واستخدم بعض الأسلحة الحديثة مثل العجلات الحربية، وانضم إلى الجيش كثير من شعاب طيبة، وذهب هو وجيوشه إلى أواريس صاني الحجر حاليا عاصمة الهكسوس، وهزمهم هناك، ثم لاحقهم إلى فلسطين وحاصرهم في حصن شاروهين، وفتت شملهم هناك حتى استسلموا، ولم يظهر الهكسوس بعدها في التاريخ. كانت هذه المعركة حوالي عام 1580 قبل الميلاد. قام الملك أحمس بتطوير الجيش المصري، فكان أول من ادخل عليه العجلات الحربية، والتي كان يستخدمها الهكسوس، وهي سبب تغلب الهكسوس على مصر، وكان يجرها الخيول. وطور كذلك من الأسلحة الحربية باستخدام النبال المزودة بقطعة حديد على الأسهم، ثم بدأ بمحاربة الهكسوس بدءا من صعيد مصر، والتف حوله الشعب، فقام بتدريبهم بكفاءة حتى أصبحوا محاربين قوياء ومهرة، وظل يحارب الهكسوس من صعيد مصر حتى وصل إلى عاصمة مصر آنذاك التي أقامها الهكسوس بجوار مدينة الزقازيق الحالية، وظل يحاربهم حتى فروا إلى شمال الدلتا وهو خلفهم فسيناء، ثم إلى فلسطين. ولم يرجع أحمس إلا أن اطمئن على حدود مصر الشرقية أنهمنه منهم ومن هجماتهم بعد القضاء عليهم بعد طرد الهكسوس. وصل أحمس بجيشه إلى بلاد فينيقيا كمهاجم بلاد النوبة لاستردادها مرة أخرى إلى المملكة المصرية التي وصلت حدودها جنوبا إلى الشلال الثاني. وصورة حملات أحمس في مقبرة 2 من جنوده هما أحمس بن إبان وأحمس بن نخبت.
وبعد انتهاء حمص من حروبه لطرد الأعداء وتأمينه لحدود مصر، وجه اهتمامه إلى الشؤون الداخلية التي كانت متهدمة خلال فترة احتلال الهكسوس، فأصلح نظام الضرائب وأعد فتح الطرق التجارية وأصلح القنوات المائية ونظام الرأ. كما قام بإعادة بناء المعابد التي تحطمت، واتخذ من طيبة عاصمة له، وكان آمون هو المعبود الرسمي في عصره. واستمر حكم أحمس مدة ربع قرن، وتوفى وعمره تقريبا 35 عاما. بعد طرد أحمس للهكسوس من مصر، عاد إلى البلاد عام 1571 واتجه للإصلاح الداخلي، مما جعل المؤرخون يعدونه مؤسس الدولة الحديثة. يعتقد أن لأحمس مقبرتان، أحدهما في أبيدوس وتتكون من معبد منحدر ومقبرة جنائزية، وبقايا هرم اكتشفت عام 1899 وعرف أنه هرمه عام 1902، ومعبد للهرم والأخرى في طيبة وقد تعرضت للنهب بواسطة اللصوص. وقد اكتشفت مومياؤه عام 1881 في خبيئة الدير البحراء مع مومياوات بعض من ملوك الأسر 18 و19 و21، وتم التعرف على مومياؤه في 9 يونيو عام 1886 بواسطة جاستون ماسبيرو، وكان طول المومياء 1.63 سم، ولها وجه صغير نسبيا بالقياس مع حجم للصدر.